90% من طلاب الثانوية العامة بيغلطوا في السؤال ده. تعال نشوف انت هتغلط ولا لا. While my father TV my mother was cooking. طبعا انت هتقول الإجابة watched. هقولك غلط. إجابة السؤال ده was watching. ليه was watching؟ هنفهم من خلال الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب تالتة ثانوية؟ عاملين ايه؟ طلاب الثانوية العامة عموما. ان شاء الله النهاردة هنشرح درس اسمه الماضي المستمر، اللي هو ال past continuous. يعني ايه ماضي مستمر؟ زي ما قلنا في درس الماضي البسيط، الماضي ده يعني حدث بدأ وانتهى. طيب لو قلنا مستمر يعني ايه؟ مستمر يعني استمر المدة بس في الماضي. يبقى الماضي المستمر حدث بدأ وانتهى بس استمر المدة في الماضي. طيب بيتكون من ايه الزمن ده؟ بيتكون من was أو were زائد verb ing. دي كده تركيبة الجملة الخبرية العادية جدا. طيب حابين نفهم برضو أو نعرف شوية تعبيرات بتدل على الاستمرار عموما في أي زمن. يعني إيه؟ هنقول 3 تعبيرات دلوقتي لو شفناهم في أي زمن بيدلوا على الاستمرار. يعني لو شفناهم مثلا في زمن المضارع يبقى بيدلوا على المضارع المستمر. لو شفناهم في زمن الماضي يبقى ماضي مستمر. لو شفناهم في زمن المستقبل يبقى مستقبل مستمر. ايه هما ال3 تعبيرات دي؟ هنعرفهم دلوقتي، اللي هما اول حاجة all زائد زمن. all زائد زمن. تاني حاجة from يجي بعدها زمن زائد to يجي بعدها زمن. تالت حاجة at زائد ساعة. حابين ناخد أمثلة على الكلام ده علشان نفهم أكتر. هناخد أمثلة. نقول at 5 yesterday I was reading the novel. يعني ايه؟ يعني امبارح الساعة 5 أنا كنت بقرأ الرواية. يعني احنا حددنا مدة معينة، امبارح أنا كنت مستمر في قراءة الرواية. طبعا ال3 تعبيرات دول مهمين جدا، هنستخدمهم في كل الأزمنة المستمرة، فلازم نبقى حافظينهم. حابة أقول حاجة برضو قبل ما نروح للكلمات الدالة، إن طبعا زي ما احنا عارفين الزمن بيتكون من was و were. ف was بيجي معاها ضمائر معينة و were بيجي معاها ضمائر معينة. was بيجي معاها ضمائر ايه؟ اللي هي ضمائر الفاعل I دي مهمة نركز عليها أكتر واحدة، وهي وشي وإت. طيب where بيجي معاها ايه؟ where بيجي معاها بقى ضمائر الجمع والأسماء الجمع اللي هي we ويو وزي. تمام. طيب احنا دلوقتي عرفنا الزمن ده بيعبر عن ايه وبيتكون من ايه.
عايزين دلوقتي نعرف ايه هي الكلمات الدالة اللي لما نشوفها نعرف ان ده الزمن الماضي المستمر. طبعا الكلمات الدالة دي زي ما احنا عارفين ان هي بتساعدنا ان احنا نعرف الزمن، بس مش اللي هو لو مش موجودة يبقى ما فيش زمن ماضي مستمر، لا عادي ممكن يبقى في ماضي مستمر من غيرها من خلال فهمنا للسياق. بس الكلمات الدالة دي أداة بتساعدنا وبتسهل علينا ان احنا نعرف ان ده زمن الماضي المستمر. اول حاجة هي الكلمات الدالة دي روابط بتدل على الزمن ده. اول حاجة معانا اللي هو while. while ده معناه بينما. في حاجة تانية عندنا as، كلهم بيدلوا على الاستمرار، معناهم استمرار يعني. وعندنا just as. الثلاث ضمائر دول بيجي بعدهم، ثلاثة دول كده روابط قصدي، بيجي بعدهم ماضي مستمر. طبعا زي ما احنا عارفين الرابط بيربط بين جملتين، الجملة اللي بتيجي بعدهم ماضي مستمر. طيب الجملة التانية بقى اللي هم رابطينها مع الجملة الأولى ممكن تبقى ماضي بسيط أو ماضي مستمر. تمام، يبقى زي ما قلنا while و as و just as دول 3 روابط بيدلوا على الماضي المستمر. بيجي بعدهم الجملة اللي بتيجي بعدهم على طول بتبقى جملة ماضي مستمر. طيب الجملة التانية ممكن تبقى ماضي بسيط أو ماضي مستمر. في كمان بقى آه، بس عشان هو يعني هنقوله لوحده علشان هو اغلب الناس بتتلخبط فيه، اسمه when. طيب ايه when ده؟ when ده برضو معناه عندما. طبعا اغلب الناس بتتلخبط في when. ليه؟ هي ما تلخبطش خالص. when دي ممكن يجي بعدها ماضي بسيط، الجملة الاولى اللي تيجي بعدها ماضي بسيط او ماضي مستمر. والجملة التانية بقى ممكن تبقى ايه؟ ماضي بسيط او ماضي مستمر. حد هيقول لي ايه ده وانا اعرف ازاي امتى اختار ماضي بسيط وامتى اختار ماضي مستمر؟ هقولك في حاجة بنعرفها بنحدد من خلالها اذا كان الجملة دي ماضي بسيط او ماضي مستمر، ونعرف امتى نختار ماضي بسيط مع ماضي مستمر او ماضي مستمر مع ماضي مستمر او ماضي بسيط مع ماضي بسيط بكل سهولة جدا. في حاجة اسمها اذا كان الحدث ده قاطع او لا. حد هيقول لي ايه قاطع ده؟ انا مش فاهم يعني ايه قاطع. هقول لك قاطع دي يعني وقف الحدث الاول وبدأ حدث تاني. يعني ايه برضو مش فاهم؟ هقول لك يعني مثلا when، هديك مثال بس عشان تفهم. when my father نقط TV my mother was cooking. طبعا بابايا كان بيشاهد التلفزيون، بس انا مش عارف هل كان مستمر في الحدث ده ولا مثلا كان ماضي بسيط ولا كان ايه، انا مش فاهم. اول حاجة هنفهم معنى الجملة. بيقول when my father نقط TV، هو كان بيشاهد فعلا. my mother was cooking، هل بابايا هل مامتي عملت حدث قاطع لمشاهدة التلفزيون بتاعت بابايا؟ لا، ده كان في مكان وده كان في مكان. مثلا بيشاهد التلفزيون في الريسبشن ومامتي بتطبخ في المطبخ، ده ما حدش قطع التاني، كل واحد مستمر في اللي هو بيعمله. يبقى my father was watching TV. تمام. حد هيقول لي ايه ده مش وين بيجي معاها ماضي بسيط؟ لا، هقول لك لا غلط. وين على حسب السياق والمعنى والفعل قاطع ولا لا. طبعا فهمنا يعني ايه فعل قاطع. يعني بيوقف الحدث ويبدأ في حدث جديد. هناخد دلوقتي شوية أمثلة بس عشان نفهم برضو. هناخد على وايل ووايل وآز يعتبر نفس القواعد، يعني نفس اللي بيجي بعدهم ماضي مستمر. هنقول أول مثال دلوقتي while I نقط someone
knocked the door. لما انا كنت نايم حد خبط على الباب. تمام، انا كنت نايم وحد خبط على الباب، طبيعي هصحى من النوم. يعني مثلا حد ازعجني وانا نايم فانا هصحى من النوم. هل الطرق على الباب ده حدث قطع للنوم؟ انا لما حد خبط على الباب انا صحيت، خلاص وقفت الفعل بتاعي اللي انا كنت بعمله اللي هو النوم. هيبقى الاجابه بتاعت السؤال ده، بس هنكتبها تحت، هتبقى was sleeping. بالمناسبة الحدث القاطع ده بيبقى ماضي بسيط، يعني انا كنت مستمر في حاجة لمدة معينة وجه ماضي بسيط قطع الحدث الاستمرار بتاعي. تمام، برضو النكت ذا دور دي اللي هو الطرق ده اصلا اهو ماضي بسيط زي ما قلنا. يبقى while I was sleeping someone knocked the door. انا كنت نايم ومستمر في النوم بتاعي، جه حد خبط على الباب ازعجني صحيت من النوم. تمام، دي بالنسبة لل لوايل. طبعا قلنا وان قلنا عليها امثلة. قلنا اللي هو ممكن يجي معاها ماضي مستمر، ماضي مستمر، ماضي بسيط، ماضي بسيط، ماضي بسيط، ماضي مستمر، ملهاش قاعدة معينة، المهم نفهم في معنى الجملة. طيب امتى يجي ماضي بسيط مع ماضي ماضي مستمر مع ماضي مستمر؟ لما يبقى الفعلين ماشيين مع بعض، كل واحد ماشي في المكان بتاعه او في الفعل بتاعه بدون ما حد يقطع التاني، الفعلين مستمرين مع بعض. تمام. طيب هنقول برضو during. عندنا during دي معناها أثناء، بس دي بقى بيجي بعدها اسم، مبيجيش بعدها فعل أصلا، بيجي بعدها noun. ماشي، ودي معناها أثناء برضو، من الحاجات اللي بتدل على الماضي المستمر. أو بيبقى أول حاجة during زائد noun، والجملة during دي رابط برضو زي بقية الرابط، بتربط بين جملتين اللي بيجي بعدها الnoun. طيب والجملة التانية بتبقى ماضي بسيط أو ماضي مستمر برضو، على حسب هل هو مدته طويلة مدته قصيرة، على حسب الفعل نفسه. تمام، احنا قلنا طبعا الجملة الخبرية was و were زائد الفيرب ing. طيب بالنسبة للنفي بقى، النفي والسؤال. النفي بيبقى بنجيب الفاعل اللي هو السبجكت زائد was were زائد not زائد الفيرب ing. ده بالنسبة للنفي. طيب بالنسبة بقى للسؤال، بيجي بنبدأ طبعا بال was were اللي هو الauxiliary verb أو الفعل المساعد، was were زائد الفاعل زائد الفيرب ing، واللي question mark طبعا هي علامة الاستفهام. ماشي، لو قلنا was she playing football هنقول yes she was أو no she wasn't. تمام، ده اسمه السؤال بي اسمه no question. طيب في سؤال تاني بأداة سؤال، هنقول مثلا when was she playing football، هنقول she was playing football at 5 yesterday. هي كانت بتلعب كورة الساعة 5 امبارح. طبعا لازم نقول حاجة بتدل على الاستمرار زي التعبيرات اللي احنا قلناها في الاستمرار. ماشي كده، احنا قلنا ايه النهاردة؟ شرحنا الماضي المستمر، قلنا تكوينه، قلنا التعبيرات اللي بتدل على الاستمرار، قلنا الكلمات الدالة، قلنا يعني ايه فعل قاطع، وقلنا صيغة النفي، وقلنا السؤال. طبعا ان شاء الله برضو هننزل بعض التركات في الماضي المستمر، هننزلها خلال الفيديوهات الجاية. وقولولي حابين نشرح ايه تاني الفيديوهات الجاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.